السلام عليكم. هنعمل النهاردة مع بعض أسهل كيكة ممكن تجربوها، وكمان مش هتاخد وقت كتير واحنا بنحضرها، وطعمها هيطلع في الآخر جميل جدا. وصفتنا النهاردة وهي كيكة الشوكولاتة، وازاي تطلع معاكم هشة زي ما انتم شايفين كده. وكمان هقولكوا على شوية تريكات بسيطة هتخليها تطلع معاكم مظبوطة من أول مرة، وهنتكلم عن كل خطوة بالتفصيل عشان تضمني انها تطلع معاكي مظبوطة من أول مرة. يلا بينا ونشوف طريقتها ازاي. في درق الخلاط هنحط فيه كوباية وربع سكر، وانا هنا استخدمت السكر الخشن مش بودر ولا حاجة. وهنضيف عليه كوباية وربع حليب، والحليب هنا لازم يكون في درجة حرارة الغرفة، وكوباية زيت، ونص كوباية كاكاو او 4 معالق كبيرة، ويفضل ان لون الكاكاو يكون غامق شوية مش فاتح. وهنضيف كمان نص معلقة صغيرة من البن بتاع القهوة، او ممكن تستخدموا نسكافيه سريع الذوبان. وبعد كده هنضربهم في الخلاط كويس. هناخد من الصوص ده كوباية، وهنسيبها جنبنا على رخامة المطبخ او ممكن حتى تحطوها في التلاجة، وعشان ده الصوص اللي هنضيفه على الكيكة بعد ما تستوي. شايفين بقى قد ايه قوامه تقيل؟ وده القوام اللي احنا محتاجينه في وصفتنا النهاردة. هدخلها بقى التلاجة عقبال ما نكمل وصفتنا. هحط على الصوص الباقي بيضتين، والبيض اللي هنستخدمه لازم يكون في درجة حرارة الغرفة. هنضيف عليهم ربع معلقة صغيرة فانيليا، والفانيليا هنا عشان البيض اللي احنا ضفناه. هنغطي عليه وهنضربه كويس في الخلاط. يلا بينا نحضر المواد الجافة. في بولة كبيرة او طبق كبير هبدأ انخل فيه كوباية ونص من الدقيق. انا هنا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات عادي، وهعاير الدقيق بنفس الكوباية اللي عايرت بيها المواد السائلة. وهضيف على الدقيق معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وبرضو هنخلهم قبل ما اضيفهم على الدقيق، لان ده اللي هيخلي كيكة تعلى وكمان تبقى هشة من جوه. وهنضيف رشة ملح صغيرة جدا. وبعد ما بضيف كل المكونات دي بقلبهم مع بعض كويس جدا. وطبعا لازم انخل الدقيق والبيكنج باودر عشان يكسر اي كتل ممكن تكون موجودة في الدقيق. وبعد ما حضرنا المكونات الجافة وقلبناها كويس، دلوقتي هضيف عليها المكونات السائلة كلها مرة واحدة. هنقلب كل المكونات دي لعند ما يمتزجوا ويكونوا خليط متجانس. انا هنا قلبتهم بسباتولا، وبقلب بحركة هادية من تحت لفوق كده زي ما انتم شايفين. والتقليب في المرحلة دي اساسي ومهم جدا، لان هو اللي بيحدد معانا اذا كانت الكيكة هتطلع هشة من جوه ولا لأ. كل ما نقلب صح وبطريقة هادية ومن تحت لفوق كده، كل ما النتيجة هتبقى افضل. وبعد كده معايا صينية مقاس 28، مسحتها الاول بمسحة زيت بسيطة ورشة دقيق. هنبدأ بقى ان احنا نصب الخليط عندي في الصينية، ولازم نوزع الخليط كويس في الصينية عشان الكيكة تستوي بشكل متساوي وما يبقاش فيه جزء اعلى من جزء. وكمان نحاول ما نملاش الصينية للاخر، نخلي كده فيه مساحة بسيطة لان الكيكة هتعلى وهي في الفرن. وهندخل الكيكة على فرن يكون سخن ودرجة حرارته 180، وهنحطها في الرف الوسطاني. ومهم جدا اننا ندخلها على فرن سخن عشان تستوي وتعلى بشكل صح، وما نفتحش عليها خالص غير لما يعدي نص ساعة على الأقل، لأن لو فتحت الباب بدري فده هيخلي الكيكة تهبط وما تبقاش هشة. تعالوا بقى اما نعمل مع بعض طبقة الكريمة اللي هنحطها على الكيكة. في بولة كبيرة هحط فيها كوباية من الكريم شانتيه، كوباية إلا ربع من الحليب ويكون في درجة حرارة الغرفة، وهنضيف عليهم معلقتين سكر. أنا هنا استخدمت السكر الخشن مش بودر ولا حاجة. وضفت سكر لان انا استخدمت كريم شانتيه غير محلى، فلو انتوا هتستخدموا كريم شانتيه محلى يعني فيه سكر، فما تحطوش سكر على الكريمة. وهنضربهم بالمضرب الكهربائي لعند ما يبقى قوامها كريمي وتقيل زي ما انتم شايفين كده. واول لما قوامها يكون بالشكل ده هنضيف عليها معلقة من صوص الشوكولاتة اللي احنا لسه عاملينه، وهنضربهم تاني بالمضرب الكهربائي لعند ما صوص الشوكولاتة اللي احنا لسه ضايفينه يمتزج كويس مع الكريمة ويبقى معانا خليط متجانس. وعلى فكرة ممكن تستغنوا عن معلقة صوص الشوكولاتة اللي احنا ضفناها على الكريمة، بس انا بحب اضيفها لانها بتخلي طعم الكريمة حلو قوي. شايفين بقى قوامها تقيل ازاي؟ وده القوام اللي احنا محتاجينه. وبعد كده معايا نص كوباية حليب دافي، هحط عليه معلقة من صوص الشوكولاتة وهقلبهم كويس لعند ما تدوب. وبعد لما يمتزجوا مع بعض بنضيفه على الكيكة عشان يخليها هشة وطرية من جوه. وبعد لما الكيكة استوت واخدت حوالي 40 دقيقة وهي على النار، هنبدأ بقى ان احنا نخرمها
بعود شيش طاووق او بشوكة، اي حاجة متوفرة عندكم، وده عشان لما بنضيف الصوص يدخل جوه الكيكة. وبعد كده بنجيب النص كوباية حليب اللي انا ضفت عليها معلقة من صوص الشوكولاتة، وهنوزعها على الكيكة زي ما انتم شايفين كده. ولو وصلتم لعند هنا وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وبعد ما الكيكة اتشربت الحليب اللي انا ضفته عليها، وبعد كده هنضيف الكريمة. واحنا بنضيف الكريمة نحاول ان احنا نخلي الطبقة كلها متساوية، وبندخلها التلاجة من 2 ل4 ساعات، او لعند ما طبقة الكريمة تجمد كده وتمسك نفسها. وبعد ما طبقة الكريمة جمدت ومسكت نفسها، هنبدأ بعد كده ان احنا نضيف عليها صوص الشوكولاتة، وهنفرده كويس في الصينية لعند ما يكون كده طبقة متساوية. شايفين بقى قد ايه انها كيكة اقتصادية، خطواتها سهلة وبسيطة، وكمان مكوناتها موجودة في كل بيت. وكل اللي احنا محتاجينه شوية تركيز عشان تطلع معاكي الكيكة مظبوطة وتكون هشة. وحقيقي دي بجد من اسهل الطرق اللي ممكن تجربوها في كيكة الشوكولاتة، لانها ما بتاخدش وقت كبير في التحضير، وكمان طعمها بيبقى حلو جدا. ممكن بقى تزينوها بانكم تحطوا شوية شوكولاتة مبشورة، وده بيخلي شكلها حلو وكمان بيبرز طعم الشوكولاتة فيها قوي. او ممكن حتى انكم تضيفوا شوية كاكاو باودر، رشة خفيفة كده على الوش، او حتى سكر بودر، ده لو عايزين يكون مظهرها بسيط كده. وبكده خلاص الكيكة بقت جاهزة معانا. ريحتها كانت طالعة حلوة قوي، وكمان طعمها جميل جدا. وشايفين قد ايه عجينتها هشة وطرية جدا، مش ناشفة ولا اي حاجة. والتزيين طبعا حاجة راجعة لكل واحد، ممكن تعملوها زي ما انا عملتها بالكريمة وصوص الشوكولاتة بس، او ممكن تضيفوا عليها فواكه او مكسرات، او حتى تسيبوها بسيطة كده. جربوها وقولولي طلعت معاكم ازاي، وان شاء الله تعجبكم وهتكرروها اكتر من مرة، لان حقيقي مش مكلفة نهائي وكمان طعمها حلو جدا. ولو وصلتم لعند هنا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. واشوفكم على خير في فيديو جاي.